هل السؤال لما الواحد فينا يتراجع وياخد خطوة وعشرات الخطوات للخلف، هل تفتكروا الله عنده نوع من الفشل في أي رجل أو امرأة أو كبير أو صغير؟ هل الله يحده جنس ولا لون ولا سن؟ أبدا. هل الله عند ولاده اللي دعاهم واختارهم خطة هينفذها؟ نعم. ممكن الواحد يقول لك لا شوف لحد غيري، أنا بص هتبعك بس عشان استمتع بيك، أنا هعبدك وأنا هخدمك علشان يمكن الخدمة تكون شيء من يعني إرضاء النفس أو الذات. أنا هخدمك لأن الخدمة جميلة. لا 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 لا، أنا هخدمك لأن عندي يعني حاجات تانية جوه الخدمة. يا أحبائي الله يريد أن يغير الاتجاه والمسار والفكر. تفتكروا لما كان موسى في القصر ما كانش بيمجد إلهه؟ هو خطته من البداية من أول كان عايم كده في نهر النيل، والقصة بتاعته الجميلة الحلوة دي، كل اللي حصل السيناريو اللي حصل مع موسى ما يمجدش الله، يمجد الله. وعلى فكرة لو واحد بتفكير منطقي يقول لك بص ربنا دخلني أفضل مكان في الدنيا. أنتوا عارفين القصر الفرعوني كان ولا حتى تقوليش بقى البيت الأبيض ولا البيت الأسود خالص. فواحد يقول لك إيه بس ربنا جابني في الحتة دي علشان هيعمل بيا أعمال عظيمة. لكن بعد كل اللي حصل وانتوا عارفين ايه حياة موسى، مش هشرح بالتفصيل لأن وقت قليل عشان الوقت الراحة، لكن النقطة الرئيسية في وقت قد لا تتوقع أن تكون نافع لعمل الله، يأتي الله لك بسؤال جديد وبدعوة جديدة. ليه؟ حد فاكر الآية اللي قالها بولس ليكن فضل الله لا منا بل الله. أيوة اشتراني بنعمته وحبني وغسلني بدمه وجعلني ابنه، تمام متفقين، بس مش ممكن يكون خلاصه بدون هدف ولا سبب خالص، ولا دعوته أبدا لأي حد راجل ولا ست ولا كبير ولا صغير ولا حتى واحد تايه. ربنا دعا ناس تايهين كتار خالص، ولا التوقيتات أبدا اللي دعا فيها الله أناس